تقول صاحبة القصة: أنا رهف يتيمة الأب، وعائلتنا متوسطة الوضع المادي. لما كان عمري 6 شهور توفى أبويا الله يرحمه ويغفر له. كنت أنا آخر العنقود، قبلي ولدين وبنت، وكان أصغر واحد فيهم أكبر مني ب8 سنين، فما كنت أجلس معاهم كثير. كنت آخر العنقود، زي ما تعرفون دلع آخر العنقود. أمي كانت تدلعني مرة، لكن عمتي تكرهني مرة وما أعرف إيش السبب. لما صار عمري 2 اكتشفوا أن عندي مرض جسمي يخليني أسوي حركات لا إرادية. أمي مرة خافت علي وأخذتني لكل مكان عشان أتعالج. طلع ذا الشيء اللي فيني مكتسب، لأني كنت أجلس مع ولد عمتي وهو مريض عقليا، كنت أسوي زيه أو اكتسبت هذا الشيء منه. فأمي الحمد لله عالجتني. لما صار عمري 6 سنوات خشيت الروضة، والحمد لله كنت محبوبة مرة من المعلمات، بس بين الطلاب كنت منبوذة، وهذا الشيء كان يضايقني مرة. عدت الأيام ودخلت المدرسة وما زلت منبوذة، لكن المعلمات مرة يحبوني. كانت عندي صديقة واحدة بس اسمها هدى، كنت أعرفها من قبل الروضة، درست معاي الروضة ودخلت معاي المدرسة، لأن أمي وأمها صحبات، فكانت أمها تجيبها عندنا ونجلس مع بعض دايما. أمي وأمها معلمات في نفس المدرسة اللي دخلنا فيها، لكن أمي وأمها يدرسوا متوسط. المهم عدت الأيام وصرت رابع ابتدائي، وهدى إلى الآن صديقتي. جات بنت جديدة تحمست إني أتعرف عليها، رحت وتعرفت عليها وطلع اسمها غادة، وصرنا الثلاث المرح صحبات، أنا وغادة وهدى. مع الأيام غادة صارت صديقتي المفضلة، وما يكمل يومي إلا معاها هي وهدى. بدأوا بعدها الناس يتعرفون علي أنا كشخصية اجتماعية وتحب تتعرف، عكس هدى وغادة اللي كانوا انطوائيين جدا. دخلنا المتوسطة واحنا مع بعض، وأمي وأم هدى عرفوا عن غادة وتعرفوا عليها. راحت أم هدى للمديرة وقالت: اسمعي، أبغاك تحطين رهف وهدى وغادة في نفس الفصل. والمديرة طبعا ما رفضت. ومن أول ما خشينا المتوسط وأنا شادة حيلي، عشان أمي كانت موجودة معايا في نفس المدرسة، وهذا الشيء اللي خلاني مرة أتعب على نفسي. صرت أزعل لو نقصت درجة واحدة بس. وغادة وهدى صاروا زيي كمان، ما عمري غشيت، ما أحب الغش. أمي عزمت عمتي اللي تكراني في بيتنا أيام الاختبارات النهائية وما قالت لي. فجأة لقيت عمتي في بيتنا وعندنا. كنت أنا أذاكر، قلت لنفسي يلا خليني أقوم ألبس وأروح أسلم عليها. طلعت جبرت نفسي بالقوة إني أروح أسلم. سلمت وجلسنا شوية. قالت بنتها: عادي نروح نجلس بغرفتك. طيب، وأنا من داخلي والله ما أبغى. قالت: كنت تذاكرين؟ قلت إيوه. قالت: من جدك؟ قلت إي والله. ورحت كنت أبغى أشيل كتبي من السرير. جات عندي قالت: اسمعي، تشدين حيلك مرة، لأنك في النهاية بتجلسين في البيت. قلت: مين اللي قال بقعد في البيت؟ قالت: بنشوف، وترك ما تقدرين على شيء. قلت: ليش ما أقدر؟ قالت: لأنك غبية من يومك. انت قبل ما تذاكرين فكرتي بأخوانك وأعمامك يسمحوا لك تستفيدين من دراستك أصلا. قلت: مالك دخل، فشلت نجحت شيء ما يخصك. قالت: انت قبل ما تفكرين بالوظيفة والجامعة شفتي وجهك؟ تدخلي تقدمي على الوظيفة يحسبونك خدامة. قلت: طيب ايش فيها الخدامة؟ بس بقول لك ترى ما حد بيطالع في وجهك، إلا وظيفة عاملة نظافة يمكن تليق عليك. وتذكري ما عندك أصلا أب يدافع عنك قدام أعمامك أو أخوانك، أو حتى يفرح لك ويدعمك حتى تقدري تكملي وتقدمي على الجامعة. وطلعت من الغرفة حسيت بكمية قهر. الله يعينك يا صاحبة القصة، أنا هنا انغبنت. المهم قمت أخذت بعضي وقلت لأمي بروح لهدى، وكلمت غادة تجي بيت هدى عشان نجتمع كلنا هناك. قلت لهم اللي صار وقالوا من جدك انت تسكتي لها؟ والله حق من صفقها المريضة هذه، كيف سكتي لها؟ نمنا هذاك اليوم أنا وغادة عند هدى، بعد طبعا ما استأذنا من أمهاتنا. جاء اليوم الثاني كل واحدة اختبرت من جوالها. طبعا بنت عمتي اسمها ريم. قلت لغادة فجأة في واحدة ضافتني اسمها ريم، أقبل؟ قلت: اقبلي وشوفي مين. طلعت ريم بنت عمتي. راحت أرسلت كلام عني، قذف وكلام شرفي وأخلاقي، وتقول عني أشياء أنا سويتها وأنا بحياتي ما سويتها، مثلا اني احب ولد عمي واني على علاقة معاه وانا ما عمري شفتهم اصلا. قالت: هدى اعطيني الجوال خلي اعلمها الوسخة دي. وكتبت لها: انا اعرف رهف ما تسوي ذي الاشياء، واذا في احد يسوي هذه الاشياء فهي لايقة عليك اكثر الصراحة، كفو. المهم رجعت البيت لقيت عمتي موجودة بس بنتها مو موجودة. قلت: فين ريم؟ قالت: طلعت السوق. قلت: عمتي ايش عندك من امس منتي في البيت؟ قلت: كنت عند صاحبتي. قالت: متأكدة مو مع اخوها؟ لعن ابليس هذه.
ضحكت وقلت ما عندها أخوان. قالت تعرف هذه الحركات ما عندها أخوان، في النهاية البيت يطلع كله أولاد. قلت الله يهديك يا عمة، أمي تعرفها وتعرف أهلها، وأمها صاحبة أمي. طبعا أنا مجبورة أحترمها لأن أمي تعصب إذا رديت عليها. سمعت إنك ناوية تكملين دراستك وحاطة أهداف وظيفة وحركات. قلت أيوة إن شاء الله. قالت اسمعي بقول لك شيء، لا تحسبين نفسك مرة وانت الامرأة الحديدية اللي بتكسر الدنيا وبتكسر عادات العيلة. ترى من الحين أقول لك ما راح تكملين دراستك وأنا اللي بمنعك قبل أعمامك، فلا تتعبين نفسك. قلت ايش دعوة ليه ايش فيه؟ قالت يلا ما ناقص الا انت تكملين دراستك. قلت والله اذا انتم ما كملتوا دراستكم وما وصلتوا للي تبغونه لا تخلوني زيكم. تركتها ومشيت. قالت من زينك عاد. ما أثر فيها كلامها، طنشتها. في مرة كان في عزيمة العماني وأكيد ريم وأمها موجودين. عندنا في العيلة البنت ما تتغطى على الأولاد إلا وهي أولى ثانوي. أنا وبنت عمي اسمها حنان، هذه كافية خيرها شرها عن الكل، وأنا وهي علاقتنا كويسة. جات ريم قالت امشوا نجلس برا. قلت الحنان ما أبغى أجلس مع الأولاد. قالت يا أختي لا تشدينها، عادي حتى أنا ما أبغى لكن كلها نص ساعة. رحنا وأنا جاية قالت ريم شوفوا الطموحة جات. لا رحنا وأنا جاية قالت ريم شوفوا الطموحة جات. جلسوا يضحكون إلا واحدة منهم كانت جالسة جنب ريم. كلمت ريم بإذنها، ما أدري إيش قالت، بس أحس قالت إنه ليش سويتي كذا، لأنها كانت مرة منزعجة من حركتها. واحد من الأولاد قال تعالي قولي لنا عن أهدافك. قالت حنان روحي خلاص طنشيهم. صح يا أنتي. هي راحت وأنا رحت وجلست جنب ريم. قاعدوا يطقطقون علي شوية للبنت اللي جنب ريم تفصل وقالت ترى ما يضحك، أنت وياها امسكوا لسانكم بالطيب. لفت علي وقالت ما عليك منهم، تعالي نجلس أنا وأنتي، وأخذتني بعيد. وفعلا لقيت إن تفكيرها غير عنهم مرة. لما حكيت الهدى وغادة إيش صار قالوا اسمي يا بنت الناس ابعدي عن عزايمهم لا عاد تروحين. سمعت كلامهم وما عاد صرت أروح. سجلت في معهد حاسب وبرمجة، دخلت فيه تقريبا صار لي يومين. دق علي يا عمي قال انت شاركتي في البرمجة والخرابيط هذه؟ قلت ايوه ليه؟ قال الآن تطلعين ولا والله ما يصير لك طيب يا رهف. قلت خير ايش سويت انا؟ قال ان كملتي لا انا اعرفك ولا انت تعرف